المحجلين ايها الحضور الكريم، نحن في ازمه، نحن في محنه، ولا بد وان نتوجه الى الله عز وجل في هذه الازمه بالدعاء. لابد وان نتحصن بديننا باسلامنا، لانه هو الملجا وهو الملاذ في هذه المرحله. الله عز وجل هو الذي سينجينا وينجي بلادنا من هذه الازمه التي نمر بها. ولكن في مثل هذه الظروف لابد وان تتوافر وتتضافر كل الجهود المخلصه المحبه لمثلها، المحبه لبلدها، المحبه لدينها، لانه من دواعي الدين ومن اصول الدين ان نحافظ على بلادنا وعلى مقدرات بلادنا وعلى مواردنا وعلى ثرواتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكه الى المدينه في رحله الهجره يقف على مشارف مكه ويقول: والله انك لاحب بلاد الله الى قلبي ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت، ومصرنا احب الى قلوبنا. فلما احب علينا من اي حد. عشان كده يا اخوانا، والكلام اللي بره قبل اللي جوه، احنا منتسب وسطينا بلطجيه او ضباط امن ماسكين اسلحه، وهم اللي بيعملوا اعمال التخريب دي كلها علشان يشيعوا الفوضى في البلد، وهم دول اللي اتربوا على ايدين زبانيه الامن والظالمين والفساد. علشان كده يا اخوانا صلوا على رسول الله، مش عايزين هتافات ولا تصفيق، احنا في مسجد، المسجد ده حرمه. علشان كده يا اخوانا المسؤوليه مسؤوليتنا احنا. اي واحد جنب منه حد عاوز يخرج يوقفه ويضرب على ايده، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل: القائم على حدود الله ومثل واقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه. وبقيه المثل: لو اراد احدهم ان يخرق خرقا فلو تركوه وما فعلوا لهلكوا وهلكوا جميعا. لو سيبنا البلطجيه والتخريب يشيع في البلد كلنا هنهلك والدمار هيبقى كلنا. عشان كده دي مهمتنا، تنظيم الامن مهمتنا، الحفاظ على مواردنا مهمتنا، الحفاظ على سلامتنا مهمتنا. نتصدى بحزم، نعم. احنا بنطالب باصلاح سياسي، نعم. عايزين تغيير للنظام وعايزين اسقاط حسن مبارك الفاسد، نعم. عايزين كل ده نتكلم بايدينا بوعي سياسي، عايزين نتكلم بضمير حي، عايزين نتكلم بضمير مسلم يعرف ربنا ويلتزم بتعاليم دينه. يا اخوانا المهمه صعبه وخطيره، لكن مش خطيره ولا صعبه على شباب بيحب بلده وعلى شباب بينتمي لهذا الدين. احنا مسلمين واسلامنا بيأمرنا ان احنا نحافظ على بلدنا. عشان كده اول نقطه ان احنا نحافظ او نضرب على ايد المخربين اللي حوالين مننا. النقطه الثانيه، احنا بنعمل مسيرتنا انها مسيره سلميه. مسيرتنا مسيره سلميه، يعني مطالبنا مطالب مشروعه. فلما نمشي في مسيره، لما نمشي في شوارع بلدنا نحافظ عليها، لما نمشي علشان نحقق مطالبنا المشروعه لازم نحافظ عليها. يا اخوانا صلوا على رسول الله. يا اخوانا احنا ما بنتكلمش باسم حد، احنا مسلمين مسيحيين كلنا مصريين. مصر بلدنا غالية علينا مش اي حد تاني. عشان كده يا اخوانا ما بنتكلمش باسم حد، احنا لا، ما بنتكلمش باسم احزاب ولا قوى سياسية، احنا بنتكلم باسم المصريين. وانا بتكلم من وجه اني مسلم وبخاف على بلدي، اني مصري بخاف على بلدي. وانا عايز اقول لحضراتكم بفضل الله عز وجل لما انتشرت ثورة شعب مصر من الامن ما سمعناش ابدا ان واحد من المصريين جعل كنيسه حدث طوبه، لان اصل المصري متسامح متعاون متحاسب متآلف فاهم دينه. فالشبه اللي ايامنا من بره، ايامنا من ايدين الشرطه، من ضباط الشرطه، من ايدين النظام الفاسد. فكده لازم كلنا نحافظ على بلدنا. احنا هنصلي العصر دلوقتي، هنصلي سؤال يا فندم، العصر هيأتي. احنا هنصلي العصر دلوقتي، وبعد العصر باذن الله كلنا موجودين بره على قلب رجل واحد خايفين على بلدنا. المسيره هتستمر سلميه لحد ما نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، وهدفنا هدف واحد وهو اسقاط هذا النظام برمته وطرد حسن مبارك في هذه البلاد. يا جماعه المسجد يركز شويه يا جماعه. اولا انا باكد ان الثوره دي ثوره شباب ليس له اي اتجاه
الديمقراطيه الحقيقيه، الديمقراطيه التي تنتزع وليس تعطى منحه الى الحكومه، الديمقراطيه التي يستحقها الشباب. يا جماعه لا للتدمير لا للتخريب، اخواننا في القاهره شباب زينا حموا بلدهم، حموا متحف القاهره وحموا مخدرات مصر، واحنا في اسكندريه مش بنعبر عن اكثر من ربنا للحب القمعي وربنا للعدوان. يا جماعه اصحوا